خبر عاجل: الكشف عن ما حدث بالجلسة الأولى لمحاكمة اليوتيوبر الممري والمصباحي في صنعاء. كشف المحامي وضاح قطيش عن ما حدث بالجلسة الأولى لمحاكمة الممري والمصباحي بصنعاء. وقال وضاح قطيش: حضرنا عن مصطفى الممري وحمود المصباحي أولى جلسات المحكمة برئاسة القاضي يحيى عبد الكريم المنصور ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة. وأضاف: وبحضور عضو النيابة الجزائية المتخصصة خالد عمر، وبعد تلاوة قرار الاتهام وقائمة الأدلة، طلبنا صورة من ملف القضية وطلبنا الإفراج بالضمان الذي تطلبه المحكمة، ومنحنا فرصة لتقديم دفاعنا إلى الجلسة القادمة. واختتم بقوله: وقررت المحكمة الاطلاع على القضية ومنحنا صورة من الملف لتقديم ما يلزم والتأجيل إلى جلسة الثلاثاء القادم.